إعلان استقلال منطقة القبائل يسقى النظام الجزائري بالكأس الذي أراد أن يسقي به جيرانه. اسمع. Au nom du peuple kabyle, moi, Farhat Saïd, Farhat Mehnia, je déclare solennellement l'indépendance de la Kabylie. 50 سنة والنظام الجزائري يحاول تقسيم الجارة المملكة المغربية عبر دعم ميليشيات البوليساريو، بل أنه حتى في السنتين الأخيرتين صار يدعم حركة تقريبا مجهرية لا وجود لها من أجل الانفصال في منطقة الريف في المغرب. لكن اليوم خرج ما لم يكن ربما في الحسبان في سنوات من قبل، وهو إعلان حركة الماك استقلالها استقلال منطقة القبائل بشكل منفرد، دون الرجوع إلى النظام الجزائري الذي رفض إعطاء حق تقرير المصير الذي هو موجود في الدستور الجزائري. لكن الإشكالية هنا أن حركة الماك ليس ما يسمى من يريدون الانفصال في الريف، اللي هم مجموعة أو كمشة صغيرة جدا لا وجود لها في منطقة الريف في المغرب. لكن في منطقة القبائل حركة الماك لها وزن كبير، لها أعداد كبيرة من الأنصار، تزايدت بشكل كبير في السنوات الأخيرة بسبب سياسات النظام الجزائري ضد منطقة القبائل، الحرائق، ما حدث في 2001 من قبل، الحملات العنصرية، نفي المكون القبائلي في الجزائر، نفي الهوية الأمازيغية وخصوصا هوية منطقة القبائل التي هي متشبثة جدا ببعدها الأمازيغي.